سجلت هذا الفيديو مرتين والآن هذه المرة الرابعة. يلا نبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن موضوع جدا جدا حساس ولا زال الآن يعتبروه الآن عقدة تاريخية بين الشعبين. نتناول في هذه الحلقة موضوع المغرب والجزائر وسر العداوة بينهما. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. إذا كنت جديدا في هذا الفيديو لا تنسى أن تشترك في هذه القناة واللايك لكي يصل الفيديو لأبعد الحدود، ونقوم بنشر التوعية في كل مكان. قم بتجهيز كوبا من القهوة أو الشاي واستمتع بمشاهدة هذا الفيديو. ترجع بنا الأحداث إلى سنوات حينما كان المغرب الكبير يشهد توسعا إسلاميا كبيرا، وكانت القبائل الموجودة في شمال إفريقيا قامت بالبيعة لسلطان الموحدين، وهذا الأمر يقتضي الرجوع إلى الدولة الموحدية. هذا الأمر يقتضي الرجوع للدولة الموحدية التي كانت تشهد ازدهارا تاريخيا طبيعيا واقتصاديا في ذلك الوقت، حيث كانت تمتد الخريطة الموحدية من المغرب الأقصى حاليا إلى غاية تونس، حيث كانت الجزائر الحالية وليبيا وتونس تحت الحكم. إضافة إلى هذا كانت الأندلس المعروفة حاليا بإسبانيا والبرتغال كانتا تحت الحكم المغربي، إضافة إلى جزء من فرنسا والذي امتد إلى غاية مرسيليا في عهد الفتوحات الإسلامية، وتحديدا في ذروة الموحدين سنة 1160. ننتقل مباشرة إلى تفكك الدولة الموحدية وصعود الدولة العثمانية بأقصى سرعة. وصل التوغل العثماني إلى غاية الجزائر التي كانت معروفة في ذلك الوقت بنوميديا، وتواكب على حكم نوميديا والمعروفة حاليا بالجزائر كل من المورون البيزنطيين العثمانيين إلى غاية الفرنسيين. دخلت القوات العثمانية تحت راية الفتوحات الإسلامية وتوفير الحماية لدولة الجزائر سنة 1516، ومكثت أزيد من 3 قرون و20 سنة. تركت العديد من العمران والزخارف العثمانية، الذي يدل على أن العثمانيين توغلوا في المنطقة بشكل جدي. بعد ذلك يأتي الاستعمار الفرنسي. دخلت الجزائر في دوامة جديدة من الاستعمار. أوروبا آنذاك كانت تشهد اندثارا وتحطما جد شنيع ومجازر إنسانية في أوروبا، وتحطما للاقتصاد بشكل مخيف ورهيب جدا. لذلك أرسلت القوات الفرنسية مستكشفين في مناطق شمال إفريقيا ليتعرفوا على هذه المنطقة أكثر، ويقومون بدراسة جغرافية ليتمكنوا مستقبلا من وفد الجيش الفرنسي على تراب الجزائر. لكن إن فرنسا كانت تعلم أن هذه المنطقة وتحديدا شمال إفريقيا غنية جدا بالموارد الطبيعية، وغنية أيضا بالمواد الخام والموارد البشرية. لذلك كانت تريد فقط أن تكتشف جزءا من هذه المنطقة، ولكن الأمر لم يكن في الحسبان، حيث أن فرنسا وجدت نفسها احتلت هذه المنطقة أزيد من 100 عام و32 سنة. ولكن ما الذي تسبب في هذا الاحتلال الفرنسي للجزائر؟ للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نسترجع 1827، أي 194 عاما من الآن، حيث حدثت حادثة وكانت الأهم في تاريخها والمعروفة بحادثة مروحة، حيث أن حاكما عثمانيا معروف رفض الإهانة الفرنسية ومؤامرة فرنسا ضد الجزائر، وقام برمي مروحته على نجل فرنسا، مما أدى إلى غضب الحكومة الفرنسية واستفتت شعبها للدخول إلى هذه المنطقة. وكذلك وقع سنة 1830 أول مرة في التاريخ تتوغل الحكومة الفرنسية ضد الحكومة العثمانية. كانت الحكومة العثمانية آنذاك تشهد انهيارا واندثارا وتشتتا في منظومتها، لذلك استغلت فرنسا الوضع ودخلت إلى الأراضي الجزائرية. لكن ماذا كانت الجزائر قبل الاستعمار العثماني؟ كما سبق أن الجزائر كانت عبارة عن مكان يدعى بنوميديا، وتعاقب على حكمها كل من البيزنطيين وصولا إلى العثمانيين والفرنسيين.
أطلق عليها آنذاك مدينة الجزائر، حيث تم استكشافها من قبل قراصنة البحر نسبة إلى الجزر التي كانت محيطة بتلك المدينة. لذلك أخذت البلاد اسما شاملا بالجزائر. ودخلت القوات الفرنسية إلى الجزائر، وهنا كانت الطامة الكبرى، حيث مكثت أزيد من 132 عاما. ولكن الصاعق في الموضوع كمية التعذيب الذي كان يتعرض له المقاومين والمواطنين، بل والأخص من ذلك فرنسا قامت منعا كليا اللغة العربية، وقامت بفرض اللغة الفرنسية كأول لغة لذلك المنطقة المحتلة. هذه فرنسا الإنسانية التي تدعي بها حاليا. والأغرب في هذا أن فرنسا قامت بأبشع وسائل التعذيب ضد المجاهدين الجزائريين والمواطنين، وحتى النساء لم يسلموا من التعذيب الفرنسي. فكان من بين أساليب التعذيب أنهم يربطون المجاهدين والمواطنين بسلاسل في رقابهم، ويقومون بإبادة جماعية، بل كان وصل بهم الأمر إلى التخطيط إلى إبادة هذه المنطقة كليا وجعلها تابعة إلى فرنسا. لكن سرعان ما يتلاشى هذا الحلم الفرنسي بدعم من سلاطين المغرب، حيث كان يقومون بإعداد ترسان مؤونة البشرية والسلاح والتغذية ومؤونة بشرية دعما للمجاهدين في الجزائر. استمر ذلك الحكم والاستعمار الفرنسي بين الاضطهاد والتعذيب النفسي والتعذيب الجسدي وأبشع جرائم الحرب، أن الأمر وصل إلى استعمال الأسلحة النووية. نعم، كما سمعت، استعمال الأسلحة النووية ضد الجزائريين، لكنها لم تكن استعمالا عاديا، بل كانت تجربة ولأول مرة ضد الإنسانية، ضد البشر داخل الأراضي الجزائرية. كانت فرنسا تستكشف المنطقة ووجدت أن هنالك قرية أو منطقة صحراوية، وكانت هذه المنطقة مأهولة للعيش، بل وكان هنالك مواطنين. لكن سرعان ما سيتلاشى هذا السلام بوجود القوات الفرنسية بعدما قامت بضرب هذه المنطقة سلاح نووي من العيار الثقيل وضعاف القنابل النووية التي رمتها أمريكا على ناكازاكي وهيروشيما، مخلفا لحد هذه الساعة، لحد هذا الفيديو، لحد استماعك لهذه الفيديو، أمراضا غريبة منتشرة في صحراء رقان، في المنطقة التي تدعى برقان، أمراض غريبة وسرطانات وطفرات جينية لم يسمع عنها العالم بقبل، لكن تسكت الإعلام عن هذه الأمراض مخيف ورهيب في نفس الوقت، حيث أن فرنسا لم تعترف بهذه الجرائم، لكن اعتراف أحد جند لصحيفة بريطانية، حيث قال معلقا: "ثنين أمام أعيننا تتلاشى جثثهم بفعل الأسلحة النووية وبفعل الضرب النووي الذي كانوا يتعرضون له. مواطنين كنا نرى أن لحمهم ينفصل عن عظامهم بمنظر بشع جدا." هذه هي فرنسا الإنسانية التي يروجونها لها الآن. سرعان ما اكتشفت فرنسا أن هنالك دولة مجاورة تدعم الجزائر في مقاومتها ضد الاستعمار الفرنسي، تفطنت وزادت طمعا، وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقات القادمة: احتلال المغرب من قبل القوات الفرنسية. دمتم في رعاية الله، وأتمنى من أي شخص يشاهد هذا الفيديو أن يكتب تعليقا. وأريد أيضا أن أشير، إذا كان أحد أفراد عائلتك عاش هذه الأحداث وعاش فترة التي قامت فرنسا بتجارب نووية على الجزائريين في رقان، أرجو أنك تشارك معي في هذا الفيديو هذه الأحداث، ولا تصدق الإعلام الغربي بتاتا، لأنه ينشر فقط أكاذيب ويروج لك الإنسانية التي لا وجود لها أصلا. والإشعاع النووي لا زال متواجد لحد هذا النهار، لحد هذا اليوم، لحد هذه الساعة في نزول هذا الفيديو، لا زال متواجد في منطقة أو قرية رقان، ولا زال الناس يعانون من طفرات جينية وأمراض سرطانية وأورام غير مسبوقة في التاريخ الطبي، لا زالت يكتشفونها لحد هذه الساعة في منطقة رقان بالجزائر. لا زال العديد من الناس يعانون من أورام وسرطانات خطيرة جدا لكونهم
ازدادوا في تلك المنطقة وبفعل تأثير النووي على جسدهم. أتمنى إن كنت تعرف أي معلومة عن هذه الحادثة اكتبها تحت في التعليقات، وإذا كان لك أفراد عائلتك قد عاشوا هذه الفترة وعاشوا هذا التجارب النووية على الجزائريين اكتبها في التعليقات لنستفيد جميعا. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، وأراكم في الفيديو القادم. مع السلامة.